لا نستطيع البقاء هنا بعد إنقاذ أحمد. ما من حل آخر. ولا فائدة من بقائنا هنا، لقد سمم زهر حياتنا. قد نجد الأمان في أماكن أخرى إن شاء الله. هل أولئك هم من ننتظر؟ الذي في المقدمة هو الذي تحدثت عنه. سيدي، يوجد في الأسفل جيش جاهز للقتال. فليتجهز الجنود. ماذا ترى؟ أرى جيشا كبيرا يهاجم القلعة. هذا أوان الهرب. في أي زنزانة أحمد؟ إنها من هنا. عليك أن تفتحها كلها. أطلق السجناء. حاضر. حسن، افتح الأبواب، أنا سأذهب لأقاتل. دعوت رفاقك للحق قلعت إلى أين؟ الحمد لله. أمك ستكون سعيدة. لا سعادة بوجود زهر. نعم، علينا إنهاء عملنا.
رافع سيف عدالتنا ليتني لم أرك أبدا. توقد مات زهر. الحمد لله. منذ الآن أصبحت أنا في القيادة وسوف نعود. إذا عدنا سيكون بإمكان أحد أقارب زهر أن يأخذ القيادة، ولكن الشعب غير قادر على احتمال ذلك. انظر، أولئك الجنود الذين كانوا يطيعون الزهر كانوا في الحقيقة أعداءه. على كل حال فإن إطاعة قاس متوحش هو قسوة، لا تكن شريكا في القسوة. الآن سنعود إلى عائلتينا. سوف أزورك برفقة عائلتي في أول فرصة. أريدك أن تقابلهم. إن شاء الله، أنا أيضا أريد ذلك. التاريخ مليء بالمجتمعات التي تمكنت من إيجاد السلام بتضحية من ضعيف أو صغير في السن. la la la